السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى نلقاكم بهذا الفيديو وتكونوا مهنيين. جيتكم بوصفة متاع مقروط تقليدي يذوب في الفم. هذا المرة شاركته معاكم بحشوة يعني تاع المكسرات ولا كاوكاو كيما حبيتو. يجي معسل حتى للقلب، كمية كبيرة وشكل بريستيج. راحين نمروا مباشرة للوصفة، وقبل ما نمروا أكيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونمر مباشرة المقادير وطريقة التحضير. هنا أول حاجة راح نركزوا عليها هي السميد، لازم يكون نوعية جيدة باش تحصلوا على مقروط يعني ناجح ويجي مرمل من الداخل. استعملت هنا أنا سميد متوسط، الحبة تاعو ما تكونش خشينة بزاف، مش كيما اللي نديرو به قلب اللوز، ولا راح يكون من المتوسط، ماهوش رقيق بزاف او ماهوش خشين. درت 3 كيلات. الكيله تكون معمره مليح من الفوق بومبي، يعني ضروري الكيله تاعكم تعمروها حتى تولي تسيح. ونضيف عليها 2 مغارف كبار تاع فارينه. نتوما الا كان استعملتوا الكيس يعني جربتوا بالكيس، ديروا 3 كيسان يكونوا معمرين بيان بومبي، وديروا لهم مغرف وحده تاع فارينه. وإلا كان درتوا بالطبسي كيما انا ديروا 2 مغارف احسن. هنا الفارينه راح يكون الدور تاعها انه يجيكم المقروط متماسك وما يتشققش معاكم وينجح من اول مره. خلطنا هذيك الفارينه والسميد، ضفت عليهم قرصه نتاع الملح والقرصه مغرف صغيره نتاع سكر باش نتحصلوا على هذاك اللون الذهبي. وثاني الملح ضروري راح يعطيه توازن يعني في الحلاوه تاعو. خلطوا كامل النواشف. هنا انا درت يعني كيس تاع لافاني كيما راكم تشوفوا. خلطوا مليح هذوك النواشف مع بعضهم، ونجيبوا العبر تاع ليدان تاعنا. بالنسبه للمقروط تاعي انا ندير فيه السمن، يعني ذوبت لهنا السمن وخليته حتى برد مليح. درت كيلة غير صبع ولا تاع سمن، وزدت لها كملتها بالزيت. الزيت راح يعطينا القرمشه في هذاك المقروط تاعنا، يجي مقرمش من برا. من الاحسن السميد يكون بارد، يعني ضروري انه يكون بارد. لو كان ديروا السميد سخون عفوا السمن يكون سخون راح السميد ما يتشربش السمن نتاعكم، يعني لازم يكون ذايب وخليتوه برد تماما باش تبداو تستعملوا فيه. نبداو نخلطوا في هذوك المكونات. هنا يعني رانا درنا المكونات تاع العجينه كاملين. نبداو برك نبسوهم. هذه العمليه راح تكون قبل بليله ولا من ما ديروا المقروط، والا كان يعني تقدروا حتى 6 سوايع قبل العمليه تاع المقروط ما توجدوه. رايحين نحكوه بهذه الطريقه اكيد اللي تعرفوها كامل، كنت شاركتها معكم العام اللي فات. كنت درت معكم مقروط المقله بالغرس، ثاني ناجح من اول مره. سنا حبيت نبدل، درت معكم المقروط تاع الكوشه. رايحين نحكوه هكذا. هذه العمليه حوالي 2 دقائق ولا 3 برك لا اكثر، باش يدخل معنا هذاك السمن في السميده تاعنا ويتشرب لنا هذوك اليدين كامل. رايحين نغطوه ونخلوه يريح. هنا بعد ما فاتوا اكثر من 6 سوايع رحت لهذاك العقده تاعنا اللي راح نوجدوها اللي هي الحشو. ديروا 3 كيلات تاع مكسرات اي نوع تحبوا، كاوكاو تحبوا لوز. الكاوكاو تكونوا تحمسوه غير يشم ريحه التحماس، ترحوه شويه رطب. ديروا 3 كيلات مع نص كيله نتاع سكر، ودرت له رشه نتاع القرفه. كاين اللي يحب يدير يعني المبشور تاع القرص تقدروا تضيفوه، انا نحب يعني ذوق القرفه احسن. نخلطوا هذوك النواشف مليح. هنا كيما راكم تشوفوا الكاوكاو لازم ما يكونش خشين، والمله المكسرات تاعكم بالاحسن يكونوا مش كيما تاع البقلاوه، يكونوا قل باش الحشو نتاعكم يجيكم طري ما يجيش يابس. راح نبدا نلم فيه بمزهر حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. نلموه مليح، وكذلك الحشو من الاحسن يقعد يريح شويه باش يذوب هذاك السكر اللي درناه فيه وما يجيكمش يابس. راح نوريكم القوام انا هنا كيف كان.
هكذا طريقه تعوين تقدروا يعني تشكلوه. خلوه يريح ونرجعوا للعجينه نتاعنا اللي كانت ثاني هي ريحه مليح. بعد ما تشربت هذوك اليدين كامل راح نرجعوا ليها ونبداو نشكلوا في المقروط نتاعنا. هنا بما انه راح يعني يدي معنا شويه وقت راح نقسم انا الكميه. راح نبدا ندير نصف الكميه برك، ومن بعد ندير الكميه الاخرى. نلموها بعبر يعني يكون نص تاع ماء وما زهر مخلطين. نبداو نلمو في السميد تاعنا هذاك. هنا يعني حاولت نبسط لكم قد ما نقدر الطريقه ونعطيكم عفوا جميع النقاط باش ينجح معكم. هكذا راني نلم برك بالك وتعجنوا المقروط ولا هاد الحوايج والكاطو كامل ما يتعجنش. تلموا برك باطراف الاصابع، شغل تمسوا القوام برك وصلتوا ليه ولا مازال. هذا مكان بهذه الطريقه راني ندير العجينه فوق خوتها حتى تتلم معايا وتتجانس. هنا في هذه المرحله ضروري انكم تعطيوه حقه في الماء. اذا كان ما عطيتوش حقه في الماء راح يتشقق معكم من بعدها في الفرن. راني نوريكم في القوام يعني شربته مليح انا وعلى بالي راح يزيد راح يشرب كامل. ونقطه ثانيه السميد تاعكم كل ما يشرب الماء اعرفوا بلي راح ينجح معكم وباللي راه نوعيه جيده. خليت هذا كان لاباط 2 دقائق ولا تشرب لي هذيك الماء اللي درتو لها، ورحت نشكل في لافارس تاعي. درتها على شكل كويرات صغار. هنا لازم ثاني ما يكونوش كبار بزاف باش ما تشققش معاكم الحبات في الفور كي يكونوا يطيبوا. لو كان تكثروا راح يتشققوا معاكم. الا كان ما عندكمش المكسرات اكيد تقدروا تستعملوا الغرس. تقدروا ديروا الغرس في بلاصه هذو المكسرات. بعد ما رجعنا لهذيك العجينه رانا صبنيها شربت كامل هذاك الماء. كاين يعني هنا السميد اللي تصيبوه يشرب وكاين اللي ما يشربش. السميد هذا اللي كان عندي يشرب بزاف الماء، لهذا اضطريت نزيد له شويه نتاع ماء باش نعطي حقه بهذا الشكل حتى نتحصلوا على عجينه طريه وما تتشققش في اليد. هذا هو اهم عنصر ان تكون ما تشققش في اليد تاعكم. بعدها راح نحشيوه بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. درت انا في هذاك المول يعني اللي راكم تشوفوا فيه تاع القلب يجي بزاف يعني بزاف هايل. اللي مازالت ما جربتوش ان شاء الله تجربوا يسهل عليكم العمليه بزاف نتاع التشكيل. كيما راكم تشوفوا بكل سهوله راح ديروا كامل هذه الكميه بهذا الشكل. حاولوا برك تضغطوا مليح وباش يجيو هذوك لي طراس اللي من الفوق كيما هكا وتحطوهم مباشره في السنيد تاعكم. راح يجيكم كامل على حبه، راح يقطع لكم يعني كميه كبيره كيما راكم تشوفوا يجي كامل شكل واحد. راح نخليوه يريح هنا واحد ربع ساعه بين ما سخن الفرن تاعنا ونديروه يطيب على نار متوسطه حوالي 190 درجه مئويه حتى يحمر من تحت مليح باش نحمروه من الفوق. بالنسبه للون هذا اللي يحب لون ذهبي خليه يزيد يحمر مليح، اللي يحبوا شويه بيض يخليه ابيض. راح نعسلوه بعسيله تكون بارده. انا راني مخفتها بشويه برك تاع مزهر وهو اكيد يكون ساخن باش يتشرب هذيك العسيله مباشره. بعد ما نخرجوه نشربوه نخليه انا هنا يعني يريح 6 سوايع ولا 7 في هذه العسيله كيما راه، ومن بعد نديروه في لي كيسات ونروحوا نشوفوا دوكا مع بعض في صحن التقديم ونقسم معكم حبه ونشوفوا كيفاه جات. يجي يعني ناجح من اول مره. يقطع لكم كميه يعني لا باس بها. نتمنى انكم تجربوه وتشاركوني الوصفه على صفحتي مطبخ مروه في الفيسبوك اكيد. هنا راح نقسم معكم حبه ونشوفوا كيفاه جات. راه جا على حبه كيما راكم تشوفوا. راح يجيكم معسل حتى القلب هنا يعني كوم كان مزال ما شربش العسيله مليح وشفت معكم هذه الحبه جاء معسل كيما راكم تشوفوا حتى للقلب. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.